السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل حاجه كده لذيذه جدا. هنعمل تشيز كيك. بقى طبعا عارفين ان التشيز كيك بيتعمل من غير فرن ولا يعني مكونات كتيره، حاجات كده سهله جدا وبسيطه وطعمه لذيذ جدا. واحلى حاجه فيه ان هو مش هنحتاج الفرن ولا هنولع بوتاجاز ولا اي حاجه. اول حاجه هنسمي بالله ونبدا. معايا علبه بسكوت كده فضيتها كلها كده على بعضها، كان العلبه فيها 12 كيس. فضيتهم كده. اهم حاجه البسكوت يكون ساده. وبعد كده هفرمهم كده في الكبه بالشكل دوت لحد ما ينعموا معايا. وبعد كده هجيب ربع كوبايه زبده. وبعد كده هجيب معلقتين كبار من زبده اللوتس. ممكن نحط نص كوبايه زبده بدل زبده اللوتس، يعني لو زبده اللوتس مش متاحه ممكن تستغني عنها خالص ونحط نص كوبايه زبده. واديهم لفه تانية كده في الكبه لحد ما يبقى معايا شبه الرمله المبلوله. شايفين عامل ازاي؟ بالشكل دوت. هفضيهم بقى في اي صينيه، ممكن اي صينيه، مش شرط الصينيه ديت، بس هي دي كانت متاحه عندي فانا حطيتها، يعني مفيش اي مشكله. شايفين بقى البسكوت عامل ازاي معايا؟ شبه لونه شبه الرمله المبلوله بالظبط كده. هجيب بقى اي حاجه كده، اي كوبايه عندك او اي برطمان كده زي ما انا عامله، واساوي السطح كويس قوي واضغط كويس قوي عشان يبقى الطبقه الاولى متماسكه معايا. كده احنا كده جهزنا الطبقه الاولى وهنحطها في التلاجة لحد ما نعمل الطبقه التانية. جبت كوبايه ميه دافيه، بس دافيه كده يعني خفيف قوي، وحطيت عليها كيس جيلي مانجا، وبعد كده حطيت معلقه كبيره جيلاتين. وابتدي بقى ادوب فيهم زي ما انتم شايفين كده، ادوبهم كويس قوي. اهم حاجه يدوبهم كويس قوي. بعد كده هحطهم بقى في الكبه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هحط كيسين كريم جانتيه، اللي هو انا استخدمت كريم جانتيه اللي هو الدريم. وبعد كده حطيت جبنه، اي نوع جبنه انت حباه. انا كان عندي جبنه حطيتها كده اهوت مثلثات. وبعد كده حطيت كريمه لباني 200 جرام كريمه لباني، وحطيت عليهم معلقتين سكر عشان حسيت ان هو يعني مسخ شويه. وبعد كده ضربتهم حوالي 10 دقايق بقوا معايا بالشكل ده كريمي كده شكلهم. بص الكريمه عامله ازاي، ما شاء الله، عملت طبقه كبيره جدا. هفضي بقى الكريمه كلها كده، دي الطبقه التانية. فضيتها كده وهبتدي بقى اسويها بص من غير اي حاجه. يعني انا خبطتها كده شويه لقيتها اتفردت معايا من غير اي حاجه. هحطها بقى في الفريزر تجمد، واهم حاجه الطبقه التانية تجمد كويس قوي عشان لما نيجي نحط الطبقه التالتة تبقى ما تنزلش لتحت. الطبقه التالتة طبعا جبت كوبايه ميه دافيه برضو خفيف قوي. وبعد كده حطيت كيس جيلي ودوبته كويس قوي. وبعد كده جبت، كان عندي منجتين كده صغيرين كنت خلياهم. وبعد كده ايه، حطيت الجيلي، وبعد كده حطيت المانجا. وهبتدي بقى اضربهم في الكبه، بس مش هضربهم قوي، مش هعملهم عصير، يعني انا ايه، هضربهم كده ايه يعني خفيف كده عشان ما يبقاش يبقى فيهم قطع مانجا من جوه. ضربتهم ضرب كده خفيف، يعني لو بصيتي كده هتلاقي فيه قطع مانجا من جوه. هعمل بقى الطبقه الثالثه. كانت الطبقه الثانيه عندي هنا جمدت خالص، اهم حاجه الطبقه الثانيه تكون جامده. بس كده هبتدي بقى اسوي بقى الطبقه الثالثه. المانجا مع الجيلي كده عملت طبقه حلوه قوي وفيها لمعه جميله جدا. سويت بقى الطبقة التالتة وحطيتها، هغطيها كويس قوي واحطها في الفريزر من 3 ساعات ل4 ساعات بالشكل ده. كده بعد 4 ساعات بالظبط هبتدي بقى افتحها كده اهوت معاكم. فتحتها كده ما شاء الله كانت جميلة جدا. شايفين بقى عاملة ازاي؟ شايفين الطبقات خطيرة، طبقات تحفة تجنن. ممكن بقى تسيبيها على الشكل ده، انا سبتها على الشكل ده. وممكن تزينيها باي بقى مانجا من فوق، او عندك نعناع. بصراحه ما كانش عندي اي حاجه احطها من فوق. انا استكفيت بالشكل دوت. وهبتدي بقى كده اقطع معاكم قطعه كده معاكم واوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. صراحة تحفة جدا. واحلى حاجة فيها طبعا ما شغلناش الفرن ولا عملنا اي حاجة، يعني احلى حاجة ان هي كلها في الفريزر على طول، في التلاجة، يعني احنا بنستخدمها في التلاجة على طول. تحفة جدا جدا، طعمها يجنن. شايفين عاملة ازاي؟ خطيرة. نقطع معاكم بقى حتة كده واوريكم. بصوا بقى القطع كلها متماسكة في بعضها، التلات طبقات كلهم متماسكين ازاي في بعض، منظرهم يجنن. والطعم جميل جدا ما شاء الله، حلو قوي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.